طب بص يا نجم، لو قدامك اختيار واحد، يا تعرف الحقيقة اللي ممكن تكسر مخك، أو تعيش في وهم في كل الناس اللي بتحبهم وصحابك ولكن مش هتصحى منه تاني، تختار إيه؟ ولا دي مش ماتريكس؟ كمل للآخر وهتعرف. البداية بنبتدي في محطة فضاء واللي بيكون واضح فيها التقدم لأن دي مش الأرض بتاعتنا، ومع محطة نقل فضائي واللي من جوه السفينة بيظهر البطل بتاعنا توم رئيس السفينة، واللي بيقول محطة النقل دي ممكن تقتلنا يا ري، فبيقول له لو قعدنا في الكوكب ده هنموت أصلا. قال له تمام بس ما تفرحش إلا لما نوصل، ويا ريت تكون كل حاجة جاهزة. بيقول له احنا تمام، وبيقول لسوزي حددت اتجاهنا، فبتقول له ايوه وكل حاجة تمام، وكمان عندنا طريق مختصر وفي محطة فضائية تانية ناكل ونشرب ونرتاح فيها. بتعجبه الفكرة وكل حاجة بتمشي تمام والكل بيستعد وبتحصل النقلة بتاعتهم، ولكن الصدمة، توم بيصحى على خطأ حصل في رحلة السفينة بتاعته وبيشوف هم فين. الحمد لله في محطة إصلاح، فكده غالبا في مشكلة في السفينة. بيفوق سوزي وبيجري يشوف هم فين بالظبط، ولكن بيكون مش عارف اسم المحطة أصلا. وفجأة بيدخل ناس عليهم، واحدة فيهم أول لما بتشوف توم بتعرفه. توم إيه ده؟ جريتا، ده انتي. وبيكون واضح ان في ما بينهم صله، زواج، صحاب، الله اعلم. وسوزي بتكون واخده صدمه كبيره جدا. المهم جريتا بتقول ان السفينه بتاعته حصل فيها عطل وراحت بعيد عن مسارها. سوزي بتقول غلطه في شغلي انا؟ No way. فبتقول لها ما افتكرش ان دي غلطتك، ممكن المحطه بتاعت النقل تكون هي اللي فيها الغلط. وسوزي مش متقبله الكلام خالص. وتوم بيسال طب احنا فين دلوقتي؟ بتقول له للاسف انتوا بعيد جدا، المحطه دي في قطاع الشدار. ايه ده؟ بعيده جدا، ده سنين ضوئيه. والكل خايف وسوزي بتزعق وبتنهار. Dogs in the diner. تقبل الصدمه. جريتا بتقول لتوم ان هو يحط سوزي في السرير علشان ترتاح شويه ويسيبها دلوقتي تهدى وما يضغطش عليها، ودلوقتي تعالى معايا ده احنا شكلنا هنقعد كتير سوا. وبتقول له بعدها للاسف ان انا ما كنتش بقول لك الحقيقه، الغلطه بتاعت الاتجاه بتاع السفينه وداكوا المكان ابعد بكتير من اللي انا قلته، وان احنا مش في شدار. وبتوري له الفرق ما بين المكانين. وهو بيكون واخد صدمه كبيره جدا وبيقول لها احنا نمنا قد ايه علشان ده كله يحصل؟ فبتقول له في الوقت بتاعنا 8 شهور بس، ولكن في مكانك عدى اكتر من 300 سنه. خلاص يا معلم مالكش مكان هناك، انت كده بتقولي ان انا ميت. ثانيه واحده، امال انت جيتي هنا ازاي؟ واللي بتقول له ان هي نفس الغلطه اللي حصلت معاك حصلت معايا انا كمان. ومن هنا بنبتدي المرحله الثالثه، الشك. بيرجع علشان يفوق الحنشايه اللي كانت متعصبه من شويه وبيسالها سوزي انت شفتي ايه قبل ما نطلع على السفينه؟ بتقول له شفت الناس اللي في محطه النقل وبعد كده احلام. ايوه احلام زي ايه؟ احلام زي دي. مين دي؟ دي جريتا، انت مش فاكراها؟ ازاي يا توم؟ دي مش جريتا. اهدي شويه، اللي بيحصل اهدي شوية هنا؟ كل حاجه هتتحل. توم انت كداب. مين دي؟ انت مين يا مارا؟ بتاخد حاجه حاده من ايديها وبتلوش لحد ما تعورها. وبيخلص الموضوع وسوزي بتقول هنكلمها بعدين يا توم، وبتمشي. توم بيبص على رقبة جريتا واللي ما فيهاش جرح، وهنا بيقول سوزي كانت صح. وجريتا بتصحى وبتتأسف له وبتبتدي تحكي له الواقع. المحطة دي يا توم مجرد خيال، انت لسه قاعد في سريرك اللي في السفينة. واللي بيقول لها لا انا عايز الحقيقة كاملة دلوقتي. واللي بتقول له ان شوية من اللي انا قلته لك كان الحقيقة، انت فعلا هنا بسبب غلطة في المحطة بتاعتك، وانت فعلا بعيد آلاف السنين الضوئية عن الأرض. واي نعم المكان ده وهم، بس اعتبره زي المحطة بتاعتكم. وبيقول لها مين معيشني في الوهم ده؟ ومين جريتا الفيك؟ Really are. You're not ready. وهنا توم خلاص وصل معانا للمرحلة اللي قبل الأخيرة، وهي الاصطدام بالواقع. واللي بتقول انك انت مش مستعد تعرف الحقيقة، مخك مش هيقدر يستحمل. ولكن لا، وريني انت مين. خلاص يا توم، بس لازم تعرف انه انت او اي حد كان ضايع في الفضاء انا فعلا كنت خايف عليه. I do care for you. I care for all the lost souls that end up here. وبيصحى توم ويا دين امي على المنظر، انا وانا بتفرج كنت هقع من على الكرسي. توم بيفوق وبيبص على السفينة، كل اللي حاسس بيه الصدمة.
السفينة محبوسة في حاجة زي العش، وبيبص حواليه ويلاقي الكائن ده، ومن كتر الصدمة وتوم خلاص وصل لآخر مرحلة، الانهيار. بيصحى تاني وبيقول لها ايه اللي حصل؟ انت في محطة شيدار؟ ياه ده بعيدة جدا عن الوطن، بس على الأقل انت معاك ناس تعرفها. والفيلم بيخلص. والفيلم هنا بيجاوب على سؤال الوهم ولا الحقيقة، وإنه مش كل الناس تقدر تتحمل الحقيقة، وإنه الوهم أرحم. بس السؤال هو أنت مستعد؟ فعقل توم من بعد ما كان بيحاول يوصل للحقيقة إلا إن هو أول لما شافها اتكسر. فمخ توم بقى ليه الدفاع عن النفس وإنه يحميه، اختار إن هو يرجع تاني للوهم وينسي نفسه. ودي على فكرة حاجة مشهورة في علم النفس، إن لما بيحصل لك صدمة كبيرة مخك بينسيها لك، ولكن جسمك بيكون فاكر. مش عارف صراحة إذا كان حصل لك حاجة زي كده ولا لأ. وطبعا خلاص أنت عرفت إيه الفرق ما بينه وما بين ماتريكس، إن الوهم هنا كان وهم رحمة، ما كانش وهم عذاب واستغلال زي ما حصل في الفيلم. ده فيلم قصير عجبني جدا بصراحة، قعدت أقص منه حاجات كتير، كان بلس 18، بس الفكرة بتاعته فعلا في الجون، فحبيت أشاركها معاكم. ولو قعدت أتكلم على جمال الأغنية وقد ايه هي محطوطة بجد في المكان المناسب، كانت حرفيا لوحدها بتعيشك المشهد. طبيعتي انا دايما ما كنتش بركز مع اي اغنية بتحصل في اي مشهد في الفيلم، لانه ساعات بتبقى هي موسيقى حماسية او موسيقى فيها حزن وخلاص. الاغنية كانت بتعبر عن وقت الانهيار بتاع عقل توم، ومن اول لما توم كان مرعوب في السفينة كانت الاغنية بتقول ان هو هيستسلم. ومن بعد كده living in the shadows living in the shadows. وبصراحة أنا لو كنت اتحطيت في الوهم أو الواقع مش هكدب عليك كنت أختار الوهم. يعني نوعا ما الحقيقة دايما موجعة، وطالما هي محدش هيحاسبني عليها وهو وهم رحمة فأوكي. إنما لو هو وهم وأنا بيحصل لي حاجة أو بيتاخد مني حاجة أو بتأذي أشك صراحة. لو كملت لحد هنا I appreciate it صراحة. وطبعا قول لي أنت تختار الوهم ولا الحقيقة، وبس كده. تنساش تقول لي لو انت عايز حاجه نلخصها او نحللها. تنساش طبعا لايك سبسكرايب كومنت شير. وقبل ما اقفل حابب اقول لك ان انا بستريم حاليا على كيك، تقدر تخش تمسي وارشح لك الفيديو ده او الفيديو ده تشوفه. وما تنساش تشوف الفيديوز القديمه وتشترك عشان تشوف الفيديوز الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.